تحياتي لكم أينما كنتم مشاهدين في كل مكان. ببالغ الحزن والأسى ننعي الشعب الفلسطيني لمقتل الشابة ديما أسامة بوشناق. في الساعات القليلة الماضية تم تداول خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقتل الشابة ديما أسامة بوشناق بإطلاق النار خلال تواجدها بسيارة في وادي سلامة. وليكن بعض التفاصيل حول الخبر. منذ قليل تم تداول مقطع فيديو وصور يوثق لحظة مقتل الشابة ديما بوشناق في جريمة إطلاق نار بوادي سلامة في الجليل، حيث قتلت شابة 25 عاما الليلة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة وادي سلامة في منطقة الجليل، فيما أصيب شاب 21 عاما بجرح خطير جراء تعرضه للطعن في مدينة اللاد في الداخل الفلسطيني المحتل. وحسب ما ذكر موقع عرب 48، فالضحية بجريمة القتل في وادي سلامة هي الشابة ديما أسامة بوشناق. وأشار الموقع إلى أن الطواقم الطبية أجرت عملية إنعاش للشابة ونقلتها إلى مستشفى زيف في صفد وهي في حالة حرجة. وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة وفاة الشابة متأثرة بجراحها الحرجة، وأظهر توثيق للجريمة مطاردة الجاني للضحية التي كانت تستقل مركبة وحاولت الهروب عبر قيادة سيارتها إلى الخلف، إلا أن اصطدمت بجدار أحد المنازل. وفي هذه المرحلة اقترب القاتل من نافذة المركبة وأطلق النار من مسافة قريبة على الضحية وفر من المكان. وبعد أن قطع عدة أمتار عاد القاتل إلى الضحية وأطلق عليها النار مرة أخرى عبر النافذة. ولم تتضح بعد خلفية الجريمة في وادي سلامة. وبكده كنا نقلت لحضراتكم بعض التفاصيل المتاحة حتى الآن حول مقتل الشابة ديما أسامة بوشناق بإطلاق نار خلال تواجدها بسيارتها في وادي سلامة، وقامت الإسعاف بنقلها إلى المستشفى، وهناك أقر بوفاتها والشرطة تحقق بالجريمة. خالص العزاء لأسرة الشابة ديما والشعب الفلسطيني في حادثهم الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة ويلهم أهليها وذويها الصبر والسلوان. ده كان فيديو النهاردة، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.